اسمك ايه؟ اسمي مايكل. اسمي بشوي. فلوباتير رام. سنك؟ 17. 16. هوايتك ايه؟ كورة. كيك بوكس مثلا. لعب الكورة والتمثيل. نفسك تطلع ايه؟ ظابط. نفسي اطلع مهندس. نفسي اطلع دكتور. مين مثلك الاعلى؟ بابا. جوه الملعب ميسي، بره الملعب اخواتي. دكتور مجدي يعقوب. من وجهة نظرك يعني ايه مرشد روحي؟ مرشد الروحي اللي هو بيرشدني لحاجات اعملها صح. اللي هو يدلني على الطريق الصح وكده. المرشد الروحي ده شخص انا بشوف الحاجات اللي انا عايز اشوف اطلع، يعني مثلا لو قريت الانجيل انا بقرا مثلا اصحاح، فانا بشوفه لو هيزود لي فانا بيديني نصايح ازاي اتعامل مع الكتاب المقدس، وان ازاي اشوف لو انا عملت موقف يقول لي ده غلط ولا صح وينصحني انا هعمل ايه بعد كده. ايه مواصفات المرشد الروحي اللي تحب تتكلم معاه؟ اللي هو يكون فاهمني، ولما اعمل حاجه غلط يكون مبسطها لي، فاهم؟ ما يكونش معملها معاه بالواحده، فاهمني؟ يكون فاهم دماغك. ايوه. يكون واحد بيرشدني لحاجة اعملها، اللي هو انا اعمل حاجة صح جوه الكنيسة، وكمان هو لما بيقول لي على حاجة يكون هو بيعملها، مش بيقول لي حاجة غلط. يكون قد الثقة، يعرف يتعامل معايا، يكون من نفس المواصفات اللي انا يعني لو عملت حاجة غلط ينصحني، بقى مش يشد عليا. يقدر يفهمك. ايوه. هل في حدود في الكلام مع المرشد الروحي؟ لازم يكون كل مع واحد حدود، ان مثلا لو انا اتضايقت او هو مثلا طلع ان هو مش قد الثقة اللي هو فيها بتاعة المرشد، ما يكونش انا اتضايقت او حاجة حصلت غلط. ممكن لا، عشان اكون صريح معاه في كل حاجه. لان لو المرشد الروحي ده مش عارف يعني يوصف لي، فانا مش هعرف اقول له كل حاجه، يعني مش كل حاجه لازم اقولها له، لازم اقول له حاجات معينه عشان ممكن ما يكونش قد الثقه، فانا هقول له ايه دور المرشد الروحي في حياتك؟ هيوجهني بالطريق الصح، ما يخلينيش اعمل حاجه غلط وكده. ان هو بيرشدني ان انا اعمل حاجة صح، اذا كانت في الكنيسة او بره الكنيسة، او عملت حاجة فلازم هو يصلحها لي، يرشدني اعمل ايه. بيرشدني للطريق الصح، يعني لو يرشدني ان اوصل لربنا، او يرشدني ان انا يعني يخليني اطمح اكتر في حاجات كتير. شايف ان ينفع المرشد الروحي يبقى في سنك؟ لا، ان هو سني قريب وهو عنده نفس خبرتي، فانا محتاج حد خبرة اعلى ان هو يقول لي انا هعمل ايه ومش هعمل ايه، لكن اللي في سني مش هيعرف. ممكن ممكن لا، على حسب، بس الاغلب لازم يبقى اكبر مني، لان لو عنده خبرة في اي مجال او في دراسة الكتاب مثلا يدينا نصيحة اللي بعد كده. لا كده هيكون مخليني هنغرق احنا الاتنين، ما هو هيكون في سني، مش هنكون فاهمين دماغ بعض، يعني فاهم؟ هنكون فاهمين دماغ بعض بس هو مش هيدلنا على الطريق الصح وكده. محتاج حد اكبر منك يبقى خبرة عنك يعني. ايوه. انت عندك مرشد روحي؟ عندي مرشد روحي. اختي مثلا. طبعا. امتى حسيت انك محتاج مرشد روحي؟ لما مثلا عملت حاجات غلط وكده وما عرفتش اطلع منها، فحسيت فعلا ان انا محتاج اتكلم مع حد، فاهم؟ لما جت فترة عليا بطلت اروح الكنيسة، قعدت سنة كاملة، فانا ما كنتش عارف اعمل ايه، فبعدت عن الكنيسة فترة كبيرة، فساعتها انا ما كانش عندي اي حد اقول له اي حاجة، ففضلت بعيد، فكان ساعتها كنت لازم محتاج. لما وصلت السن اللي هو المراهقة ده، كنت محتاج اعرف ان في حاجات تغيرات كتير، وان انا ما بقتش قريب من ربنا اكتر في حاجات كتير، وانا المفروض ابقى معايا يعني في اي تجربة لازم يبقى ربنا معايا، فانا لازم يبقى احط مرشد روحي. اهلا بيكم في حلقة جديدة في زوم ان، والنهاردة مشرفنا ومنورنا استاذ جرجس صابر. ازي حضرتك؟ استاذ امير ازيك؟ الحمد لله، انت منورنا وانا مبسوط جدا ان انت حضرتك ربنا يخليك، فضيت وقتك يعني وجيت لنا. ميرسي، انا اللي مبسوط خالص صدقني بوجوده في وسطيكوا يعني. منورنا يا حبيبي. ربنا يخليك. هنتكلم النهارده في موضوع حلو قوي وناخد بقى خبرات حضرتك فيه. ناخد بركه حبيبي. احنا الموضوع عن المرشد الروحي. عايز اعرف من حضرتك ايه هو المرشد الروحي؟ شوف ببساطه، المرشد الروحي انت عارف لما يكون انت في رحله او في مكان انت مش عارف معالمه، ومحتاج جايد يقودك او يوريك الطريق، طول ما انت مش عارف توصل قلقان. وانس انك انت لقيت حد يقدر يرشدك او يقودك يعرفك، انت بتطمن. فالمرشد الروحي هو شخص يقدر يتابعك روحيا نفسيا، يقدر يرشدك، يقدر يعلمك، يقدر يقود خطواتك، فتقدر تطمن ليه، تتكلم معاه بكل ثقة بكل أريحية، فيقدر بسهولة جدا ان هو يطمنك ويوصلك للطريق المظبوط.
عجبني قوي المصطلح الاولاني بتاع انت في صحراء وتايه وعايز حد يقودك. حلو قوي، جميل. طيب ايه اهمية المرشد الروحي في حياتي؟ بص، احنا كلنا محتاجين لبعض. اوكي. مهما كبر سننا ومهما كبر تعلمنا ومهما كبر مقامنا، كلنا محتاجين لبعض. عشان كده حتى سيد المسيح لما اختار التلاميذ اختارهم 2-2، بيقول لك علشان لو واحد سقط يقيم الآخر. اوكي. فعلشان كده مهم جدا انك انت يكون ليك مرشد روحي، حد كويس تثق فيه وفي رأيه وفي كلامه، علشان في وقت الوقعة او في وقت الارشاد يشدني. تبقى بالظبط. لان م. كلنا بيجينا وقت احنا ما فيش حد بيمشي خط مستقيم، بنقع شوية. لازم وقعة وقومة وقعة وقومة. فلازم حد تكون بتفرغ معاه بتتكلم معاه، تثق في رأيه طبعا، ويكون شخص روحاني. يكون شخص روحاني، دي نقطة مهمة. لازم. طيب هاخدك بقى للحتة دي. ايه مواصفات تانية تكون في المرشد الروحي؟ الشخص اللي انا هأتمن اسراري عليه، الشخص اللي انا بمعنى كده ان انا هعري مشاعري قدامه، يكون مواصفاته ايه او شكله ايه؟ اول حاجة يعني يفضل طبعا يكون اكبر مني سنا، اوكي. علشان يكون خبرة عني وخاض نفس المشاكل دي. حتى الكتاب المقدس يقول ايه؟ فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين ايضا. عشان كده انت لما بتبقى مجرب حاجة وحد بيحكي لك عنها اللي اختبر حاجة بالظبط، فتيجي تقول له ايه؟ انا حاسس بيك، بص اعمل الحاجة الفلانية، اعمل كذا، اعمل كذا. دي مش قريها، اعمل كذا دي عشان خبرة. فيفضل يكون شخص اكبر منك، شخص مختبر، عشا. عشان بالظبط يقدر يقودك، يقدر يشدك. لكن لو هو شخص يعني في نفس سنك، ما هو بيمر بنفس التجارب، بيمر بنفس الأزمة، بيمر بنفس المشكلة، فأعتقد لما تحكي له ممكن يا إما يوقعك أكتر يا إما ممكن تحبطوا بعض. خد بالك برضو الموضوع معدي، موضوع الإحباط وموضوع السعادة ده موضوع معدي. فأنت ممكن تكلم واحد تقول له ده أنا بمر بكذا كذا، يقول لك وأنا كمان بمر، وتلاقي نفسكوا بدل ما أنت بتفرغ مع حد هو وقعك. اوكي. لان هو بيمر بنفس اللي انت بتمر بيه. فهو يفضل طبعا يكون اكبر منك سنا، طبعا يكون شخص عنده خبرة، شخص تثق فيه، شخص كاتم اسرار. ده مهم جدا، مهم قوي. لان ما ينفعش انت تحكي لحد بيكون هو اساسا كلامه كتير. وانا مش هبقى بعد كده حابب احكي، هبقى خايف احكي بالظبط. لو هو مش امين على اسراري. في نقطتين مهمين. اتفضل. في نقطة ان هو يبقى كاتم اسرار ويبقى ذاكرته قوية. مهمة. الاتنين مهمة. صعب قوي يبقى انسان يعمل بالانس فيهم. بمعنى ايه؟ بمعنى اني انا حكيت له ان انا عندي مشكلة فلانية، هو علشان كاتم الاسرار وعلشان شخص مش فضولي، فهو مش هيرجع يقول لك انت عملت ايه في الحاجة الفلانية، عشان ده كان وقت ضعف معين عندك انت حكيته، فهو مش عايز يحرجك. لكن وانس انك انت قلت له كذا، فهو يقول لك ايه الاخبار، عملت ايه، والحاجة الفلانية ايه، فدي نقطة قوية جدا. بس أوي. النقطة المهمة ان هو لو انت في وقت ضعف معين، وده بيمر بيه كل الناس، ان انا في وقت ضعف معين فانا حكيت لك نقطة معينة او ضعف معين عندي، اتكسف لما اجي اقابلك بعد كده انك انت تفتكر او عينك تيجي في عيني هقابلك ازاي بالظبط. فلو فده مهم قوي في الشخص اللي بتختاره، اني اراعي مشاعر اللي قدامي، انه اكني عرفت حاجة. لكن لو في حاجة تاني، هو مثلا قال لي اصل بابا كان تعبان، اصل ماما كانت تعبانة، اصل انا كنت في امتحان، مهم جدا انك أتابعه. تفتكر الموضوع ده او تتابعه. عملت ايه، بابا عمل ايه، ماما عامله ايه. الحاجات دي بتفرق جدا. وحلوة حتة ان انا لما اقابله بعد كده ما بقاش محرج منه اللي انا حكيته وقت ضعفي، بالظبط. اقدر اتعامل معاه بشكل تاني. بالظبط. طيب ممكن تلخص لنا كده؟ قلت لنا سنه انه يبقى اكبر مني، خبرة، تمام. سنه، يكون شخص روحاني، تمام. كاتم الاسرار، اوكي. ويكون ذاكرته قوية عشان يقدر يتابعك. بس اعتقد لو انا تايه شوية ومش عارف اختار المرشد الروحي، تمام، في مواصفات بدور عليها، بس انا ايه ممكن اعمل ايه علشان خلاص هو ده؟ بص، في ناس كتير حلوة، بس مش كل الناس بتريحني. مظبوط. يعني مثلا انا شخص جد قوي، فممكن يكون في مرشد روحي خفيف شوية
بيهرج كتير، فما نتقابلش. ما نتقابلش. مم. انا عايز شخص انا علشان جد، فانا عايز شخص يديني على دماغي. مم. في واحد تاني لا، عايز شخص يطبطب عليا. في واحد مظبوط. تاني عايز شخص يبقى روحاني شوية. مم. يعني الناس المرشدين دول انواعهم كتير وموجودين، بس مش كل واحد ينفع مع كل شخص. أوكي. فانا لازم اختار الشخص اللي استريح معاه. يعني وانا بتكلم مثلا لو انا شخص بهرج كتير قوي وجيت اخترت شخص مرشد روحي ناشف قوي، فكل ما اقول له لا ما ينفعش، مم. ما مش هنعمر مع بعض، مش مش هنكمل. هنكمل. لكن انا عايز حد يفهمني بلغتي، بطريقتي، بطبعي، بمشاكلي، بشخصيتي. ده مهم أوكي. قوي. حتى اب الاعتراف، انت عشان برضو تختار اب اعتراف لازم تختار اب اعتراف يعني يعرف يسمعك، يلائم شخصيتك، علشان تعرف تكمل معاه وتبقى مرتاح معاه، وتقدر في نفس الوقت انك تعرف تحكي كل حاجة بمنتهى الأريحية. ما تكسفش من حته معينه. لا. يعني مهم في المرشد الروحي اللي انا الاقي حد انا برتاح له. بالظبط. تمام. طبعا بالمواصفات اللي احنا قلناها. بنكمل بالاولاني بالظبط. وده انا بكمل ابقى مرتاح له عشان اقدر بالظبط. احكي معاه. بالظبط. طيب نيجي لحته الحكاوي. بحكي له كل حاجه وكل مشاكلي، بعري كل حاجه، ولا في حدود انا بقف عندها؟ الحته دي خطر. خطر. مم. خطر ليه؟ لأن في فرق بين المرشد وقبل الاعتراف. اوكي. المرشد هو شخص أنا بحكي له عن مشاكلي أو عن ضعفات معينة عادية. أنا مثلا فشلت في الحاجة الفلانية، مش عارف أذاكر، صاحبي حكيت له حاجات وهو مش عارف عمل كذا، علاقة، يعني حاجات عادية، إنما تمام. مش خطايا. تمام. الخطية لا، بالاعتراف فقط. اوكي. فمش كل حاجة ينفع تتحكي. أنا ممكن أقول له إن أنا بقع في حاجات معينة، أنا عايز أقوم نفسي، عايزك تساعدني أقرأ إيه، أسمع إيه. مش أحكي له على الخطية أو أحكي له على السقوط، إنما ممكن أقول له أنا في الوقت ده أنا عندي ضعف معين، مش عارف أصلي، مش قادر أصلي، مش قادر أروح لأبونا، مش قادر أذاكر، مش قادر أكلم حد، مش طايق حد، دايما بتنرفز دايما. فدي حاجات ينفع تتحكي، وينفع هو كمان يديك إرشاد ويقول لك اسمع كذا أو اعمل كذا. والحاجة الحلوة قوي اللي حتى يعني بتتذكر كتير قوي في قصص الآباء، يعني مثلا في القصص الجميلة قوي زي قصة مثلا أبونا ميخائيل إبراهيم، لما كان حد يجي له يعترف عنده، فكان يقول له إيه؟ الله يسامحك ويسامحني، الله يحلك ويحللني. هو بيفكر نفسه بخطيته وبيخلي الإنسان اللي قدامه أنا كمان زيك يرتاح. احكي بالظبط. والحاجة الحلوة كمان، تعرف لما يكون انت بتحب التفاح، انا عمري ما دقت التفاح، ما اكلتوش قبل كده، وانت كل ما اقابلك فتقول لي عارف التفاح ده شكله ايه؟ ده احمر وجميل، ولو خدت منه قطمه فايه، طب انا متشوق ان انا ادوق، بس ما دقتوش. المرشد بقى يعمل ايه؟ يجيب تفاحيه يقطم منها قطمه، ممكن تتفضل اقطم، فتدوق الحياه المعاشه. اهم حاجه في المرشد الروحي ان هو ما يسلمش كلام، لان كتر الكلام دلوقتي. صح. يسلم حاجه هو عايشها، حياه معاشه، عشان كده هيحس بيها الشخص اللي هو بيتلمذ. يحس ان اللي قدامه ده انا بعيش حياته، مش باخد كلام، مش كلام بس. وحتى في الحياه العاديه انت اي حد انت يعني تسمعه بتعرف هو عايش ولا بيتكلم وخلاص. مظبوط. فممكن واحد يقول لك ما تشربش سجاير وبلاش، وهو يشرب سجاير، فانت عمرك ما هتاخده قدوه ليك، او عمرك ما هتسمع له، لان اللي بيقوله مش بيعمل، مش عايش فيه. بالظبط. ودي تاخدنا لحته ان هو لازم المرشد الروحي يبقى اكبر سنا، عشان موضوع الخبره اللي حضرتك بتتكلم فيه. بالظبط. حلو قوي. طيب احنا قلنا ان اب الاعتراف ليه الخطيه، لكن الخطيه مش الحته بتاعت المرشد الروحي. لا. تمام. اقدر احكي له حاجات عن البيت او مواقف قريبه قوي، ولا يفضل لا حدود شويه؟ هو طبعا لو هو كبير، يعني لو خادم كبير وروحاني وعاقل، ما فيش مشكله، يعني اقدر احكي له.
مش برضو مش لازم بكل التفاصيل، بس على الاقل لو في مشكله معينه مع والدي مع والدتي مع اخويا، يعني احكي له اقول له انا مش عارف اخد قرار، مم. فهو يساعدني في القرار. اوكي. يعني مش لازم ادخله في التفاصيل قوي. حتى على فكره اب الاعتراف مم. دي نقطه مهمه. اباء الاعتراف عارفين على فكره الخطيه، يعني لما تيجي تقول له انا بتحارب بحرب النجاسه، اوكي. هو فهم. مم. مش لازم تقول له تفاصيل، مم. هو مش عايز يسمع تفاصيل، هو عايز انت تعترف تقر بيها فيديك الحل، فبلاش تخش في تفاصيل. بس ممكن وقت اكون بحكي تفاصيل لأب الاعتراف عشان ما عنديش مرشد روحي، فعايز افرغ او عايز احكي، عايز حد يسمعني انا واثق فيه. ما هو طبعا بص، هو كان يفضل طبعا ان اب الاعتراف يبقى هو المرشد الروحي عشان هو عارفك بكل حاجه، يعني ده يفضل. يفضل. بس طبعا صعب، لان مفيش اباء كهنه دلوقتي هيسمع يقدروا. مين ولا مين؟ صعب. مم. انما يعني اللي يلاقي اب اعتراف مرشد روحي ده يبقى انجاز كبير قوي. يبقى كسب. جدا. مم. وده يفضل طبعا، هو عارف كل حاجه عنك فتقدر تحكي بكل حاجه بقى بالمره. بالظبط. مش هنتكسف من حاجه. بالظبط. حلو قوي. يعني مرشد روحي اقدر اختاره شخص، او لو جه يبقى هو الكاهن يبقى احسن بكتير. بالظبط. تمام. حضرتك حابب تقول اي حاجه تاني في الموضوع؟ عايز اقول على حاجه اخيره. اتفضل. يقال كده عن الخادم او عن القائد ان الخادم هو الشخص السوي الذي استطاع ان يدبر امور حياته بنفسه، فاخذ على عاتقه تدبير امور الاخرين ايضا. اوكي. يعني هو ما ينفعش اخد شخص هو اساسا مش عارف يدبر اموره، مش عارف ينظم وقته، مش صح. عارف يدبر حياته، فاشل مثلا في شغله او في دراسته، واجي اخده قدوه ليا اقول له علمني اعمل ايه، هو نفسه مش عارف. بالظبط. فهو لازم الشخص يكون، يعني انا هاخد واحد مثلا اقول له علمني اصلي، ما ينفعش واحد ما بيصليش اقول له علمني اصلي، او واحد ما بيحضرش تسبيح اقول له علمني تسبيح. صح. هيوصل لي ايه؟ ما لا هو طبعا. نفسه واقع. بالظبط. مظبوط. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها، اتفضل. احنا كلنا محتاجين ارشاد، محتاجين مرشدين يقودونا، لان انت عارف ان من نعم ربنا علينا ان احنا يكون عندنا حد بيسندنا، لان في ناس كتير اسمع عنهم انتحروا بسبب عدم وجود حد في حياتهم مش يرجعوا عارفين له. يحكوا لحد. لو كان عندهم حد يرجعوا له قبل ما ينتحروا بدقيقة، اعتقد ما كانوش هينتحروا كانت هتفرق كتير. طبعا. بس لانهم فقدوا كل حاجة وما عندهمش حد يرجعوا له، مفيش مرجع، فكان القرار الاخير بتاعهم من نفسهم من دماغهم ان انا اقوم بالعمل. الانتحار. م. اوكي. اتبسطت لحضرتك كنت معانا النهارده ربنا يخليك. بجد، بامانه منور. انت انسان جميل. حبيبي يا استاذ جرجس، ربنا يخليك. تعيش يا سمير. انت مرشد حلو يا استاذ جرجس يعني ربنا يخليك. بالمناسبه ده بجد عينك الحلوة. حضرتك مرشد عينك جميل الحلوة. يعني. تعيش. ربنا يخليك. تعيش. اتبسطنا ان احنا كنا معاكم النهارده، واستنونا في حلقات جايه في زوم ان.